يوم يعيد الذاكرة إلى الأيام السابقة الماضية الذي يرجو من الله عز وجل أن يجعلنا دائما أوفياء لها ونكون أوفياء بإذن الله. والأمير الحقيقة أنه الحرس الوطني اليوم وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز يحفظ في هذا المهرجان الكبير تراث خالد من تراثنا العربي العظيم وهو العرضة النجدية والفروسية، فأرجو أن تقول ما يريد أن تقوله بهذه المناسبة. واقع هذا واجب على عبد الله وهو محل الواجب وهو ممن يقوم بالواجب، ولا شك أن جميعا أيها الأخوة المواطنون، رمز من مفاخرنا، آية من تاريخنا. أيها الأخوة المواطنون، الآن يبدأ الفقرة الثانية في هذا المهرجان الكبير الذي يقام اليوم، يقيمه أفراد الحرس الوطني تكريما لجلالة الملك المعظم، وسوف يوديها بعض أصحاب السمو الملكي الأمراء ومعهم بعض أفراد الحرس الوطني. ويقف الآن جلالة الملك المعظم ويرفع يده الكريمة تحية للعلم السعودي. وانتظم الآن بعض أصحاب السمو الملكي الأمراء في هذا الصف الطويل للاشتراك في العرضة النجدية التي أحد أيام عيد الفطر المبارك. هذه العرضة النجدية أحدى الرقصات الوطنية التي تفخر بها المملكة العربية السعودية، والتي تعبر عن الشجاعة، تعبر عن الإقدام، تعبر عن البطولة، تعبر عن الشجاعة. وقد اشترك أيها الأخوة المواطنون بعض أصحاب السمو الملكي الأمراء في هذه العرضة. أشاهد الآن صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز رئيس الحرس الوطني، وأشاهد الآن أيها الإخوة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وعددا من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وعددا من أنجالهم. كما أشاهد أيها الأخوة من بعض أصحاب السمو الملكي الأمراء الذين اشتركوا في هذه العرضة الرائعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سعد. وبدأ الآن المشتركون في هذه العرضة الرائعة يقدمون عرضا رائعا لهذه الرقصة الشعبية النجدية، يقدمون تشكيلات بديعة وهم يلبسون هذه البدل الخاصة بهذه الرقصة الشعبية.
أيها الأخوة المواطنون، حق لنا أن يشارك إخوانه ويشارك أبطال الحرس الوطني في هذه العرضة النجدية، العرضة التي تعتبر إحدى رموز شجاعتنا وإحدى رموز ملكي الأمراء، وهم يؤدون مع جلالته هذه العرضة الرائعة. درعا من التعاون نزل الفيصل، وها أنا ذا أراه في وسط الحلبة تجلل وجهه الرضيء، بسمة حلوة تنتشر كغلالة رقيقة في هذا المكان، وتشرعب السيوف بأعناقها إلى السماء لتعلن للدنيا كلها بأن هذا البلد بالسيف سيقاوم الأعداء، بالسيف سيقيم شريعة الله. إن هذا البلد لم يقم يوما إلا على العدل. من سنة النور الذي تومض به هذه العيون المحبة كلها نسجت حوله درعا من المحبة، درعا من التآخي، درعا من التعاون. نزل الفيصل، وها أنا ذا أراه في وسط الحلبة تجلل وجهه الرضيء، بسمة حلوة تنتشر كغلالة رقيقة في هذا، يضيء القلب فيها بالعطاء، العطاء الخصب، العطاء لكل شيء للإنسان العربي في هذا البلد، للإنسان المسلم في كل أرجاء المعمورة، للإنسان البشر. أيها السادة المواطنون، وتتكامل لوحة الخير، تصفيق من هنا، أعناق مشرعبة من هناك، سيوف مسلطة من هنا وهناك، لوحة ما أحلاها لوحة التي وأعترف لن أعطى أبدا عشر معشار القدرة التي تمكنني من وصف أو رسم الملامح العريضة لهذه اللوحة. إنها رقصة الحرب، وما أحلى الحرب إذا كان الديدن فيه هو الحق، ما أحلى الحرب إذا كان حربا على الأعداء، ما أحلى صورة التآلف والتعاطف من أجل الالتقاء على هدف واحد، هدف الخير، خير نصرة الإسلام والمسلمين. تلك الدعوة التي عقد لواءها الفيصل والتي نشرت أفياءها فوق كل العالم، هذه الدعوة دعوة التضامن الإسلامي، هذه الدعوة التي كان لها المسلمون في كل مكان، والتي جاءت في أقصى أرجاء المعمورة لينشر الخير، لينشر المحبة، لينشر المسرة، لينشر السلام، وليفيد أبناء البشر، ليفيدوا من درس الإسلام العميق أن تآلفوا وتوالوا واعتصموا بحبل الله جميعا، واشخصوا بأبصاركم إلى الله عز وجل، واطلبوا منه أن